السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنعمل طبق كوري خفيف قوي وسهل ويشبه قوي الكفتة بتاعتنا، بس بقى طبعا على الطريقة الكورية. هنعمل حاجة اسمها تشيك كالبي. تشيك كالبي هي كالبي بيبقى عموما قطعة لحم من الضلوع، وفيها ضلع نفسه، فيها حتة من الريش كده، ومعاها قطعة لحمة طويلة. بس طبعا ده يعني شوية صعب ان احنا نلاقيه، فهنعمل بقى السهل اللي هو تشيك كالبي، اللي هو بيتعمل مع نفس التتبيلة بالظبط، بس بيتعمل باللحم المفروم. هنحتاج لحمه مفرومه طبعا، دي 600 جرام لحمه مفرومه، دول بقري، لكن الافضل يعني لو احنا نحط نص الكميه غنم، لحمه غنم مفروم، ونص كميه لحم بقري، هتبقى غنيه كده وريتش في الطعم. هنحتاج توم، حوالي 5 أو 6 فصوص توم، واحده جزر متوسطه، واحده بصل، واحده، المفروض نحط واحده كمثرى، لكن مفيش، ممكن نستعمل تفاحيه صغيره زي كده، بصل اخضر لو متوفر. هنحتاج صويا صوص، فلفل اسود، هنحتاج عسل ابيض، هنحتاج سكر، ممكن لو مفيش عسل ابيض نحط معلقه سكر، وطبعا هنحتاج زيت سمسم عشان يدينا بقى الطعم والتتبيله. طريقته سهله جدا، ان احنا اول حاجه بنجيب الخضروات. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنقطعها جامد لان انا هستعمل الكبه، نقطعها بس ان احنا نحطها كده. هنحط الثوم زي ما هو، هنحط البصل، نحط البصل في الكبه برضه، وسواء كنا هنستعمل الكمثرى او هنستعمل التفاح هنقشره. نقطع برضه التفاح كده قطع متناسبة. التفاح ده الغرض منه ان هو بيطري اللحم من جوه وبيخليه بقى ليه طعم لذيذ كده. ونقطع البصل الاخضر برضه او كرات اخضر متوفر، ده زي ما انتم شايفين كده، بصل اخضر صيفي. هنحط كل ده هنا مع بعضه. بسم الله، ونشغل. هنلاقي كل المكونات اللي هنا كده نعمت. هو بقى اسمه تيك عشان كده التوك، زي التوك كده، زي الرز، ما هو لما بيتعجن كده جامد عندهم فبيبقى ناعم. فهنحط برضو اللحمه معايا. اتقلبت مع بعضها. ننعمها اكتر. حتى بقى ريحة البصل والثوم والحاجات اللي معاها، وبقت غنية بقى بالخضار، خضار وفاكهة كمان مش بس خضار. هنحط بقى كده معلقة صغيرة ملح، عشان لسه هنحط صويا صوص فما نكترش الملح. هنحط نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقتين صويا صوص. هنحط معلقة زيت سمسم، معلقة كبيرة زيت سمسم مليانة كده. هنحط حوالي يعني معلقة كبيرة عسل. ننزلها كويس بقى المكونات دي كلها. هناخد بقى بعد ما قلبناها كويس قوي، يفضل طبعا لو احنا سيبناها في التلاجة فترة، هناخد كرة كبيرة كده منها، وبعدين نعملها مستطيل كده كبير، على قد ما نقدر، يعني يساوي شكل كأن جواها قطعة عظم مثلا يعني.
نقدر نقول عليها كفته، نقدر نقول عليها همبرجر، نقدر نقول عليها، هنعمل منها حاجه تاني دلوقتي كمان جميله. نسويهم كده يبقوا زي بعض. اوكي نحطها، وبعدين هنشوف هنعمل فيهم ايه. هنجيب بقى طاسه نحطها على النار، ممكن بقى على شوايه لو عندنا، لو عايزين نحب على شوايه، وممكن لو على طاسه نحط بس معلقه زيت كده صغيره. طبعا سخنه سخنه كويس. هناخد بقى المربعات الحلوه بتاعتنا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم ان ريحتها على النار ان شاء الله بصراحه جميله جدا. الاول اخليها على نار عاليه لحد ما ابص الاقيها نزلت ميتها، وبعد كده نهدي عليها ونشوف هنعمل معاها ايه. لما الاقيها نزلت ميه كده نحاول ان احنا نقلبها، نضغط عليها شويه كده. ونهدي بقى النار عليها، او اللي يحب ان هو ينقلها بقى في صينيه ويدخلها الفرن مفيش مشكله. نهدي بقى النار شويه ونسيبها كده ايه براحتها. بس عشان نتاكد انها استوت نجيب خله زي كده ونحطها، اذا طلعت نضيفه كده تمام، اللحمه ايه كده مستويه، نطلعها. وزي ما قلت اللي يحب يدخلها الفرن بدل ما يحطها على نار هاديه كده زي ما انا عملت. عاده هما بيجملوه بالصنوبر، مش فاهمه يعني ايه فكره الصنوبر، لكن هو دايما بيحطوا عليه صنوبر، خط كده من الصنوبر المفري. وده بصل اخضر شرايح. كده نكون عملنا طبق تيك قلبي. لحمه شبه الكفته بتاعتنا كده، ان شاء الله تعجبكم. انا غدا ياسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي نفس طريقه اللحمه اللي عملناها هعملها بطريقه كوريه مصريه. عارفين طبعا الحواوشي المصري اللي هو بيبقى لحمه جواها عيش، ومنها برضو في منها اللبناني، فهنعمله بقى مصري كوري. الفرق بس اللي انا هعمله ان انا عشان يعني يبقى مصري كده هضيف قرن فلفل، نضيف البذور بتاعته، افرمه ناعم واحطه معاه عشان يبقى ايه مشطشط زي ما احنا متعودين عليه في مصر. لكن طبعا ده اختياري، اللي ما يحبش يضيفه مفيش مشكله. نقلبه برضو معاه. كل اللحمه بتاعته انا خليته بس حراق. نجيب بقى العيش ممكن نجيب عيش اسمر، ممكن نجيب العيش اللي احنا بنحبه ونحطه فيه. بسم الله، يعني كرة كبيرة كده. بسم الله، نفردها في العيش. انا عندي الاولاد بيحبوا جدا الطريقة دي في الحواوشي المصري، لان انا بعمله كوري مصري. يعني جايز تحبوا تجربوا الطريقة كده. بعدين دي مية بحط معاها زيت. انا عارفة ان الزيت والمية ما بيمتزجوش، بس مش بحب ادهنه بزيت صافي، بحب ان هو يبقى كده مية وزيت. لما بسويه بعد كده بيديني محل.
هنعمل تاني. هنحط بقى طاسه على النار تبقى سخنه كده. بسم الله. نحط معانا رغيف منهم ونخليه على نار هاديه، نغطيه. ان شاء الله هيطلع عندنا احلى حواوشي.